اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين إيه؟ يا رب يكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. النهارده بقى هنعمل مع بعض كبد وقوانص، لا تسلقيها ولا تقليها ولا تحمريها. تعالى هنعملها بطريقة حلوة جدا جدا إن شاء الله تعجبكم. دول يا بنات مش هقول لكم بقى نص كيلو، كيلو الا ربع، والله انا ما عارفه هم قد ايه اصلا، لان انا مش شارياهم. يعني كل ما بجيب فراخ بشيل الكبد والقوانص في قلب الفريزر بتاعتهم، خلاص بعبيهم كده في كيس، ولما يتجمعوا يبقوا حبه حلوين زي ما انتم شايفينهم معايا كده، بمسكهم بقى اغسلهم غسله حلوه كده، واروح ماسكاهم نقعهم في المحلول بتاعنا اللي هو الملح والليمون. ما بحطش خل علشان الزفاره كمان بتاعه الكبد هتظهر الزفاره قوي وهتغير لون الكبده. هي ملح وليمون بس، وبنقعهم شويه. بعد كده بغسلهم وصفيهم حلو كده في المصفى يصفوا الميه، وبعد كده زي ما انتم شايفينهم معايا في الطبق تعالوا نقطعهم وهنعمل بيهم وجبه غدا النهارده، غدا اقتصادي كده على قد الايد. خلاص انتوا عارفين ان احنا اخر الشهر والميزانيه كده بتبقى مخرمه، هنعمل غدا على قد الايد يعني. ممكن تعملي جنبيهم طبق رز، ممكن تعملي جنبيهم طبق مكرونه، وممكن طبق بطاطس مقليه كده محمره او شيبسي، يعني المتاح عندك اعمليه. اهم شيء انك تبقي ست مدبره وشاطره في بيتك وتوفري. خلاص اول حاجه كده جبنا بقى الصينيه بتاعتنا او القلايه اللي هنعمل فيها، حطيناها على النار وحطيت فيها معلقه سمنه بلدي. بحب بقى ادي ايه الكبد القوانص الاول كده صدمه، طبعا بحط القوانص الاول لانها بتاخد سوا شويه، فبحب بقى كمان اشوحها الاول كده بالمعلقه السمنه البلدي دي، بتديها ريحه حلوه قوي. ممكن تحطي البصله الاول وممكن تحطي الكبد والقوانص زي ما انا بعمل كده الاول. خلاص انا حطيت القوانص اتشوحت تشويحه حلوه كده حوالي 3 دقايق كده على النار، وبعد كده هنزل عليهم بالكبد. كده نزلت الكبده عليهم، نزلتها هي وقلبت كويس. شوح بقى الكبده مع القناصه كده حلو لغايه ما لونها كده يغير. هنزل عليها بمعلقه توم مفروم، مش قادره اقول لكم معلقه التوم دي بتوديكي في حته تانية. يا نهار ابيض، مخليه الريحه تحفه في البيت بجد يعني، كانك بتعملي كده كبده بلدي كده. بصوا بقى حطيت معلقه توم مفروم اهو، بصوا موسعه لها كده شويه وايه، وهسيبها تتشوح شويه، بعد كده اروح مقلباها بالكبد والقوانص. بس هقلب بقى كده كويس واشوح الكبد بالقوانص بمعلقه التوم كده، هتدي ريحه حلوه قوي قوي، ريحتها هتطلع. هنزل عليها بقى مخرطه بصلتين حلوين كده كبار، تخريط ناعم تخريط كبير اللي يريحك بقى ايه خرطيه. كده كده البصله بتاعتنا هتسيح في قلب الطواجن. قلبت بقى كده البصل مع الكبد والقوانص تقليبه حلوه، تشوح بقى تشويحه حلوه كده، وهنزل عليهم بقى بالبهار بتاعي. خلاص وبعد كده الفلفل ده هحطه اخر حاجه خالص، علشان انا عايزه الفلفل يبقى ايه ماسك نفسه شويه، ما يطرش قوي او يدبل معايا في الوصف. بس حطيت رشه فلفل اسمر، رشه بابريكا، رشه 7 بهارات اللي هي البهارات المشكله دي كده، البهارات المشكله وبابريكا، واحط رشه كزبره ناشفه بسيطه قوي. عندك بقى توابل كبده ممكن تحطي، انا مش متوفر عندي، الموجود عندي حطيته. حطيت فلفل اسمر، حطيت بابريكا، حطيت بهارات مشكله، حطيت رشه كزبره ناشفه صغيره. خلاص هقلب بقى كده، ورشه كمون صغيره خالص لو متوفر. هقلب بقى كده كل الحاجات الحلوه دي كده ريحتها طلعت معايا وبقت جميله. هنزل عليها بالفلفل، معايا فلفل اصفر، معايا فلفل اخضر، وواحد سبايسي حراق. خلاص المتوفر برضو عندك حطيه. هشوحهم بقى كده كلهم ببعض، الكبد بالقوانص بالبصله بالفلفل، تشويحه حلوه كده مع بعض حوالي دقيقتين على النار. هنزل عليهم بقى معايا طماطميتين انا بشراهم بالمبشره، طماطميتين بالظبط. بس هم طماطميتين كده حلوين. هقلب بقى كده حوالي برضو 3 دقايق او 4 دقايق كده على النار، الطماطم بالحاجات الجميله دي كلها مع بعض، بحيث ان الطماطم بس تاخد غلوه واحده معايا. هنزل عليها بقى ايه برشه السكر علشان الحموضه، وهنحط الملح دول اللي احنا ما كناش لسه حاطينهم. حط الاول كوبايه ميه كده بالظبط علشان لما تدخل الطواجن معايا في الفرن تستوي كده وما تنشفش منك قوي. حطيت بقى رشه سكر وحطيت الملح، واقلب بقى واظبط الملح بتاعي. بس كده قلب بقى كويس. هجيب غطا بقى كده يا بنات واغطيها شويه، بحيث ان هي تاخد غلوتين بس بالظبط، وبعد كده هنرفعها من على النار وتعالوا نشوف هنعبيها بقى في الطواجن. بس خلاص كده، بس كده خلاص طفيت عليها النار. تعالوا بقى معايا 2 طاجن كده، جيت اجي اشوف طاجن يعني ياخدهم مره واحده، لقيت الطاجن هيبقى كبير عليهم قوي، فحطيتهم بقى في طاجنين. ليه؟ لان كمان انا حماية بيحب يحط فيها بطاطايه كده،
فقلت هعمل طاجن كده من غير بطاطس وطاجن بالبطاطس، ممكن تحطي خضار فيها على فكره. بس قطعت بطاطسايه واحده مكعبات وقلبتها عليهم كده، وبعد كده جبت بقى ايه الطاجن ورحت حطاه. طبعا انا مسخنه الفرن، هحطهم على الشبكه على الرف الاوسط كده، فرنك حامي طبعا على درجه حراره 180 200. ما شاء الله مش هياخدوا معاكي الهوا، هما كده يعتبر مستويين نص سوا خلاص. طبعا هنروح مقفلينهم بالورق الفويل. بص بس اظبط الطاجن اللي انا حطيت فيه بطاطس دوت علشان يتظبط كده يبقى معدول معايا. جبت بقى ورق فويل اللي هو ورق القصدير دوت، لو عندك ورق زبده ممكن تحطيه الاول مباشره على الاكل وبعد كده الورق الفويل. انا مش موجود عندي ورق زبده، بس مش هنقف على حاجه يعني. الله ربنا هو الحافظ بقى وربنا يستر. خلاص كده قفلت بقى الطاجن كده بالورق الفويل. هجيب بقى الصاجه بتاعه الفرن احطهم فيها وندخلهم الفرن. بس وكده الطاجن بتاعتنا جاهزه، ويا دوبك بس هتطلع من الفرن وهوريهم لكم. بس كده يا بنات، تعالوا بقى بصوا الطاجن بعد ما خرجت من الفرن، الله على الجمال والريحه تحفه. عايزه تقيدي عليها شويه ممكن تقيدي، بس انا ولادي مستعجلين. كنت المفروض اقيد شويه على الوش بس هم مستعجلين جاعوا بقى بصراحه. تعالوا كده نطلع الطاجن نقلبه، بس الطبق جه صغير شويه عليه، كان عايز طبق غويط شويه. بصوا مش قادره اقول لكم ريحته تحفه بجد روعه. ممكن تعملي جنبيه حبه رز ابيض، ممكن تعملي حبه مكرونه، ممكن يبقى رص بطاطس تحمريها كده وطبق مخلل، وما شاء الله وجبه غدا زي الفل. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلبكم والفيديو بتاعنا يعجبكم. انا اسفه يا جماعه التليفون رن بس. كده خلاص بقى، تعالوا شفتوا الطاجن اللي هو فيه البطاطس. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم واكون ضيفه خفيفه على قلبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.